أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست راجل راجل. أهلا بيك يا ماجد. اهلا بيك يا امير، ازيك؟ مكملين الرحلة سوا بتاعة اكتشاف هوية وجوهر الرجولة. بالظبط. وخليني كده في بداية الحلقة دي نراجع بسرعة قوي الحلقة اللي فاتت لأنها مرتبطة قوي باللي احنا هنكمل عليه النهاردة. وهي كانت بتتكلم عن الجراح. اتكلمنا مظبوط عن نوعين من الجراح: جرح محسوب وجرح غير محسوب. مظبوط. تلخصهم لنا كده في دقيقة. الجرح المحسوب اللي احنا اتكلمنا عنه هو اللي بيجي من شخص عارفني وماشي معايا السكه، مهم. والجرح غير المحسوب هو الخبطه اللي حصلت معايا. هفكرنا تاني بفيلم جود ويل هانتنج بتاع الولد اللي اتخبط خبطه نتيجه ظروف عيلته، انه ابوه مشي وساب البيت وجه جوز امه اللي كان بيضربه كل يوم بالحزام او باللي في ايده اي حاجه، لانه كان بياخد مخدرات وكان الكحوليك، يعني بيشرب خمور وحاجات زي كده. فالولد طلع مليان بجروح من العصبيه والاساءه والغضب اللي كان جوز امه بيتعامل بيها معاهم، واعتنق او يعني احتضن هذا الجرح ان دي هويتي، وبدأ هو كمان يبقى معتدي وبيضرب الناس حواليه. ده جرح غير محسوب، هو مهم. يعني حد خبطه الخبطة دي ومحدش كان بيحاول يعمل حاجة في حياته. هنشوف الحتة التانية بتاعت روبن ويليامز وهو بيساعده، ودي اللي اتكلمنا عنها برضو مع رفيقي لما راح سيمبا لما بقى أسد كبير وقال له: أنت عاجبك حياتك كده؟ ده سؤال قاسي، ده سؤال مش بسيط. قال له: أنت مين؟ أنت فاكر أبوك؟ فين صورة أبوك اللي اداها؟ فين إيه الغرض بتاعك؟ مهم. لما حوطوا بالأسئلة دي الموضوع ده ما كانش مريح وكان مؤلم لسيمبا، لكن ساعده إن هو يتعامل مع مهم. هذا الجرح. وكأننا بنقول إنه الجرح غير المحسوب هو جرح يوجع، يؤلم، نتيجة آه، سقوط أو نتيجة خطأ بشري أو نتيجة إني مش عارف أتعامل إزاي مع ابني. أما الجرح المحسوب هو جرح بدوس فيه زي ما أنت كنت بتشرح بالظبط، بقول هنا الألم، مهم. الألم ده جاي منين؟ نقدر نعمل إيه عشان نقلل الألم ده؟ ده تلخيص سريع كده للحلقة اللي فاتت والفرق ما بين الجرح المحسوب والغير المحسوب. بالظبط. لكن في الأول وفي الآخر احنا نتيجة واصلين إنه احنا في منطقة فيها جراح محتاجة إن احنا نتعامل معاها. ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من بودكاست راجل لراجل. يلا بينا. يلا بينا. في بداية فيلم Legends of the Fall بدأ كده بجملة قال إنه في ناس بيسمعوا قوي لصوتهم الداخلي، مم. والناس دول دايما متواصلين مع الصوت الداخلي بتاعهم. مظبوط. ودول بيبقوا أو بيوصلوا لحاجة من اتنين: إما إنهم بيكونوا مجانين أو بيكونوا أساطير. فإحنا النهاردة في الحلقة دي هنتواصل مع الجزء الداخلي مم. وهنفتح الجراح شوية. إحنا فتحنا الأنواع بتاعتها، إيه اللي ممكن يكون حصل فينا زمان أو لغاية دلوقت. في حاجات زي ما كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت إنه المجتمع لغاية دلوقتي لسه بيحط علينا أعباء وبيفتح عندنا جراح جديدة. مم. لكن الحلقة دي هتبقى هنحاول نلم بقى الجراح دي. هي الجراح دي ينفع تتلم ولا لأ؟ إحنا فهمنا اللمبة نورت كده يعني في ذهننا إنه خلي بالك هنا في مشكلة. هنتعامل إزاي بقى مع المشاكل دي؟ نمسك الخيط من بدايته فين؟ احنا عمالين نشاور على الجرح اللي هو خبطة، اللي هو ان ابويا بيقارني باخويا وانا مهم. بلاقي نفسي ان انا اقل، مم. او ان ابويا بيقول لي كلمة آه انت ابن امك، او ان انا بلاقي نفسي مفيش اب اصلا وانا يتيم. ده شكل الجرح. ايوه، انا معرفش امسك شكل الجرح ده، لازم اعرف ايه تأثير الجرح اللي بيحصل جوه كل واحد مننا. فالجرح لما بيحصل ده بيبقى موقف، خناقة
تعرُّض لإيذاء، موقف أنا شعرت فيه بالوحدة الشديدة جدًا وشعرت فيه إن أنا يتيم، مقارنة قاسية جدًا، حد مسك الآلة أو الحاجة اللي أنا بامارس عليها هوايتي وكسّرها، موقف معيّن بيحصل فيه حزن شديد جدًا ووجع، الحزن ده ممكن أشعر بيه وممكن يتدفن اهم، جوايا ما أكونش واخد بالي منه، لكن الأهم من ده إن بيحصل حاجة اسمها اتفاق. اهم، الاتفاق ده هو اللي بييجي على شكل فكرة جوايا بتقول إن أنت من النهارده ما حدش هيُقف ليك، أنت محتاج تدافع عن نفسك، فالاتفاق ده بيني وبين نفسي أو بيني بيني وبين وبين نفسي. الفكرة اللي اترمت عليَّ نتيجة الجرح. بالضبط، وما نقدرش نغفل هنا إن إحنا بنحيا في عالم روحي، لإن إذا كنا نؤمن بالله فلازم نكون بنؤمن إن في قوة، يعني قوة ظلام أو في إبليس أو في يعني قوة عايزة تفتك بنا إحنا كمان روحيًا. اهم، فالفكرة دي أيًا كان بتيجي إزاي، لكن الدعوة ليها هي إنه شُفت أنت مش كويس زي أخوك، أو أنت مش ممكن هتفلح في حياتك. وإذا أنا مع الفكرة دي المطلوب هنا بيبقى من هذه الفكرة المدمرة إن أنا أقول إيه، آه، أنا فعلًا مش هاقدر أبقى كده، أو أنا فعلًا قليل، أو أنا عمري ما هانجح. أول ما أنا باعقد هذا الاتفاق بيترمي جوايا وبيخش لأعماقي السحيقة، وبيبقى هو ده المحرك لكل أمور حياتي بعد كده، اهم، سواء بقى إذا كنت هاشتغل عشان أثبت لكل الناس إن أنا أستحق، أو سواء إن أنا هاعمل business عشان أبقى غني جدًا وأقول للناس، أو سواء إن أنا هانسحب تمامًا وأروح أشرب و و و وأبقى addict يعني أو عايز أقول مدمن. مدمن لحاجات معيّنة في هذه الانسحاب، هو ده اللي بيقود حياتي. وهنا دي حتّة مهمة أوي بتتولد جوايا أو بتبقى هي الأساسية المسيطرة عليَّ، اسمها الذات المزيفة. المزيفة. بس إحنا بداية الذات المزيفة اتفاق واعي مع فكرة، موقف الفكرة دي بيؤدي بتتحول بقى لمحرك غير واعي. بالضبط يعني كده، أنا قدّام شوية بعد ما كنت بوعي قابل الفكرة، وقررت إنه بعد موقف 2، 3 أنا فعلًا غبي، أنا فعلًا ما فيش منّي رجا، أنا فعلًا مش هاشرّف أبويا وأمي أبدًا، أنا فعلًا، فده أنا بوعي الفكرة دي اتحولت جوايا الفكرة دي مؤلمة، لمعتقد بقى آه، اتدفنت جوّه، فبقيت هي المحرك بالضبط، بس بشكل لا واعي بعد كده، بالضبط، مضبوط؟ بس الفكرة دي مؤلمة، فأنت ما اهم، تقدرش تعيش بيها، فلازم تخلق لها نوع من الإيه، من محاولة إن أنت ت أجمّل ت ت الوضع بتاعي. تحلّها، فبتحلّها معاك بإيه، سواء بإن أنت بتنسحب من الحياة، أو سواء اهم، بإن أنت تقول طَب هاورّيكم بقى إن أنا هابقى أحسن أو حاجة ودي اللي بتبقى الذات المزيفة اللي بتحرّك كل حد مننا. ده شكل الجرح يعني، وشكل عايز أقول نضوج الجرح، إيه ده، إن أنا باتبنى ذات مزيفة ليست هي ذاتي الحقيقية. طيب خطوة بقى ناحية كسر الذات المزيفة دي. كشف الحقيقة دي هاوصل لها إزاي؟ بداية الخيط اللي بيه هادخل للذات الحقيقية بقى. مضبوط. الذات المزيفة دي نتيجة جرح إيه، غير محسوب، اهم، تمام؟ عشان كده الله يبدأ يتكلم معانا في لوقا 9:24 عن فكرة قوية جدًا بتقول إيه الآية: "من أراد أن يخلّص نفسه يهلكها." اهم، وكأنه دعوة لهلاك الذات المزيفة. وهنا لمّا بيتكلم عن الذات في الترجمة هنا، الذات هنا هي مش bias اللي هو مش الجسد يعني، أو مش الذات اللي هي الجسدية، لكنها الpsyche اللي هو الإنسان الأعماق بتاعتي. الداخلي، الأعماق بتاعتي، اللي هي كسر للذات اللي بدأت تبقى مزيفة عشان أبدأ إن أنا أسترد ذاتي الحقيقية. وعشان كده في سفر الأمثال 16:25 بيقول إيه: "توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت." اهم، وهي دي إنه نجاحي، شطارتي، البنات كلّها بتموت فيّا، سفرياتي وشُغلتي الظريفة اللي أنا باشتغلها، أو إن أنا decent جدًا وأخلاق وصاحب صاحبه، كل الذات المزيفة دي هي دي بتخلّيني أعيش أو أستحمل الوجع، فتبدو إنها إيه، اهم، إنها أمور مستقيمة، لكنها مُهلكة لحياتي. عشان كده في دعوة الله اهم، لاكتشاف ذاتي الحقيقية بيبدأ يقول لي اهلك إيه هذه الذات المزيفة وتعامل معها.
اهم. وأنت بتتكلم كده عن الأفكار دي، افتكرت باتمان. آه، افتكرت باتمان ورحلة خروجه من الحُفرة اللي كان مرمي فيها، و وإنه بداية انتصاره إنه وصل للذات بتاعته اللي اتكوّنت نتيجة خوفه زمان، والحادثة التروما اللي حصلت له بسبب قتل باباه ومامته قدّام عينيه، فهو إزاي كان طول الوقت فكرة إنه أنا الشاب الغني التافه مضبوط، يعني الحياة بتاعة بروس قبل ما يتحوّل إلى باتمان، لغاية لمّا عرف كمان إن هو بيخاف من إيه، وهيبتدي يتحرّك منين في أعماق الحُفرة دي عشان يبتدي يتسلّقها ويخرج برّه تاني. ف فحتى يعني هو وصل كمان للحتّة اللي كانت كاسراه أو نقطة الضعف بتاعته بالضبط، وانطلق منها. واو! وكأن أنا مش هاقدر أوصل اهم، للتعامل ده من غير الحتّة اللي أنت قُلتها في أول الفيلم بتاعة في Legends of the Fall، اللي هو اهم، إن أنا لازم أتواصل مع ذاتي الداخلية. وخلّي بالك السرعة، السوشيال ميديا، إن أنا طول الوقت في جري، طول الوقت باحاول provide أو أحاول أمِد عيلتي بفلوس أو بإمكانيات أو بشغل أو حاجات زي كده، بتخلّيني دايمًا مش لاحق أقعد مع نفسي، لكن باقعد قدّام التلفزيون، باقعد قدّام أي حاجة تشغلني، مش باتواصل مع ذاتي الحقيقية اللي جوايا. أوصل إزاي بقى؟ يعني أوصل إزاي لنقطة الضعف بتاعتي؟ لو إحنا بنتكلم إنه أنا عايز أتواصل مع نَفْسي، فهاتواصل إزاي؟ يعني ادّينا كده خطوات عملية أو أفكار تساعدني إنه أنا هاعمل إيه علشان أسمع نفسي، وعشان أوصل للحتة اللي هو أكتشف زي باتمان كده في نقطة التحول بتاعته، أكتشف أنا فعلًا إيه اللي كان كاسرني وإيه اللي هانطلق منه. مرّة تاني، في مرّات بيحصل إدراك نتيجة إن أنا ماشي سِكّة، ونتيجة إن أنا باسمع، ونتيجة إن أنا باشتغل على نفسي، ونتيجة إن أنا حاسس بإدراك إن أنا مش مرتاح، اهم، فبابدأ أكشف ذاتي المزيفة، وأبدأ أقول أنا ليه عايش كده، وأبدأ يعني أتواصل مع الله، وآخد أنا خطوات أو أغيّر من ذاتي المزيفة، أقول إن أنا مش هاعيش الحياة دي مرّة تاني. لكن الحقيقة مرّات كتيرة أوي، أوي الناس ما بتعملش ده من نفسها، لكن بنعدّي في حاجة اسمها الألم بقى. اهم، وقعات كتيرة جدًا وخبطات كتيرة أوي للرجالة بتحصل، إنه عارف لمّا يقول لك كده إيه، اللي كان مُعتمد عليه كُلّه راح. اهم، فتلاقي مرّة واحدة انهيار في الشغل، أو مرّة واحدة علاقته اللي كان يعني بانيها مع صاحبته أو زوجته أو whatever انهارت أو باظت. مرّة واحدة نجاحه اللي كان شديد جدًا واللي كان مغرّق الناس كلّها ما بقاش موجود. وهنا الفترات دي بتبقى فترات صعبة جدًا، وفي ناس تقول لك جِبت قاع، اهم. أو اعتمادي على جِبت الحاجة آخري جِبت أنا. آخري، بالضبط كده. فهنا ده الألم اللي مرّات كتيرة أوي ناس مننا بترفضه وبتكرهه، لكن مع هذا الوقت بيكون هو ده كسر للذات المزيفة، إن اللي أنت مُعتمد عليه، اللي أنت مُعتمد عليه إنه يجمّل صورتك، هو ده اللي بينهار، وبتبدأ تكون آسف يعني متعرّي من كل القدرات اللي تقدر تعتمد فيها إن أنت تكمّل حياتك بشكل إيجابي، بتجد مرّة تاني الوجع الشديد. هاحكي لك مثلًا دايمًا باحب أوي القصة دي، قصة موسى. اهم، موسى كان ابنة فرعون، يعني كان جده هو يعتبر الفرعون، لكن موسى كان من جوّاه مشغول أوي بالعبرانيين. وبالتالي لمّا شاف واحد عبراني وواحد مصري بيتخانقوا، فراح قتل إيه، مصري. المصري. تاني يوم لقى 2 عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، فحاول يصلّح بينهم، قالوا له: "أنت إيه، أنت هتقتلنا هتقتلنا زي والّا امبارح. إيه؟" هرب واتحكم عليه بالإعدام. إمم، في الوقت ده موسى كان عايز يهتم بالشعب، كان عايز يخرّجهم، كان عايز يحلّهم من العبودية، كان عنده أشواق. واخد بالك، دي كانت نقطة القوة اللي عنده، لكن كانت ذاته مزيفة. اهم، ذات جاية من إن هو هاعملها بدراعي، هاعملها باعتمادي على فرعون. يطلع 40 سنة في البرية لغاية لمّا يبقى ما عندوش حاجة خالص. اهم، ذاته المزيفة اتهلهلت، ربنا فكِّكها في 40 سنة، لغاية لمّا يظهر له في العُلية ويقول له إن أنت اللي هتطلّع الشعب. في الوقت ده موسى يقول له إيه، أنا؟ ده أنا باتهته. اهم، وكأن الأخبار الحلوة اللي أنا باقولها النهارده إن نقطة القوة هي نقطة الإيه،
هي نقطة الضعف، لكن في فرق كبير. إيه هنا نقطة القوة، هي نقطة الضعف، أشوائي، الpurpose اللي ربنا حاطّه عندي، حاطّه عليّا، الحاجة اللي أنا عايز أعيشها، الر ال الأشواق والمخاض اللي جوّه قلبي إن أنا محتاج أكون باعيشه، اللي هو زي سيمبا كده، إن هو لازم يرعى المملكة كلّها، إنه ده موجود، لكن مش هينفع أعمله بذاتي المزيفة، لكن أحتاج إن أنا أعمله بذاتي الحقيقية، ودي بتيجي بدعوة من الله. هاقول شوية خطوات برضه عملية أكتر، بس عايز أشرح اهم، الفكرة دي. بس أقول لك حاجة كده برضه أنا باتأملها، ناس ممكن تزعل مني، وكأن الله ما لقاش غير موسى بعد كل السنين دي يطلّع الشعب من أرض مصر. يعني إحنا لمّا بنربي عيالنا، إيه ده كده يا ولد قتلت العبراني، يالّا بقى اطلع برّه، أنت punished، واخد بالك، ده جرح، واخد بالك، وإيه، بأُخليه من إيه، من كل جواه. لكن مُفسّة قال لسيمبا إيه، قال له: "أنت عرّضت نولا للخطر، اهم، ده ما كانش توقيت مضبوط." ده بالضبط اللي عمله ربنا مع موسى. أنت عملت حاجة أنت ما كنتش جاهز ليها، زي صمويل كده لمّا راح الحرب وهو مش جاهز، اهم. أنت ما كنتش جاهز، لكن جاهزيتك عندي. خدوا بقى للجرح المحسوب. وده يمكن التعريف بتاع القيادة اللي أنت شاركتنا بيه، إنه لغاية لمّا تبقى مُحبَط كفاية بالضبط. للدرجة اللي فيها هتبتدي بقى. يعني يا رب ما كانش في طريقة غير إنك تضيّع منّه 40 سَنة في شبابه كلّها، ده كان شاب زي الورد، ابنة فرعون. اهم، خدوا القيادة هي إيه، إحباط الشخص للقدر الذي يستطيع أن تحمّل. يتحمّله، لغاية لمّا خلص قال له إيه، بقوتك أنت مش بقوتي أنا. وتبدأ رحلة موسى في شغفه الحقيقي في إخراج الشعب من إيه، من أرض مصر. دي الprocess، أو ده شكل الجرح بيحصل إزاي، وبعدين إزاي الله يستردنا. لكن هاقول خطوات عملية مهمة أوي إن إحنا نفهمها. ما أعرفش عندنا وقت أقول حاجة عندنا، تاني مهمة والّا لأ؟ عندنا. لكل الرجالة اهم، لمّا بنبقى مجروحين، ولمّا بيبقى في ألم جوانا، ولمّا بنبقى شايفين إن إحنا مش كُفء، أو أهالينا مش، أو أبويا يعني مش proud بيّا، أقرب حاجة باخد لها السؤال غالبًا بتكون المرأة. اهم، أقرب حاجة لمعظم الرجالة في بحثهم عن إجابة سؤالهم بتكون المرأة. في ناس ممكن تعمل ده في شكل الpornography، شكل الإباحية، شكل علاقة خارج الزواج، وفي ناس ممكن تعمله بشكل أبسط شوية، إن هو يصاحب حد، يتودد لحد. ولاد كتيرة أوي بيبهدلوا بنات، مش لإنه عايز يضحك عليها، بس لإنه بيحاول إنه يقلل شوية الألم اللي جواه، بإن تكون في واحدة ماشية معاه الطريق، أو واحدة سانداه، أو واحدة بتقول له كلمة كويسة، أو بتسأل عليه آخر النهار، بس هو مش هيعمل حاجة أكتر من كده. اهم، وفي ناس تانية برضه بتاخد هذا الوجع لزوجاتهم، فبابقى مستني الشرعية والvalidation من مراتي، وكأن رضاها عني هو اللي هيسكّن الوجع. وفي كل مرّة هي بتبقى مش بتدّيني اللي أنا عايزه من الرضا أو من الvalidation. أنا بابقى شاعر إنه أنا محتاج أرضيها أكتر، اهم. وبالتالي أنسحب أكتر في محاولة إن أنا إيه، أنتزع منها الرضا، وبالتالي أحاول أسكّن القلق. الألم. عشان كده تلاقي العالم كله مليان النهارده بأمور، بالذات لمّا تيجي للرجالة يقول لك sex sells. حُط أي حاجة ليها علاقة بالجنس، حُط أي حاجة ليها علاقة بالجمال، حُط صورة حلوة لبنوتة أمورة على أي حاجة أنت عايز تبيعها، الرجالة إيه، تجري عليها. ودي حتّة الحقيقة ترجع برضه إن حواء كان فيها من إيه، من جمال الله. اهم، وعشان كده آدم لمّا، يعني الله لمّا قال الحتّة إنه ليس آدم أن يكون وحده، لإن الله كان عايز يعمل مشاركة في العلاقة مع آدم، بس الله إله وآدم إنسان، فادّى له حواء عشان يعرف يعمل علاقة، عشان يقرّب له المسافة. لكن حَط الله في جماله في حواء، فآدم اختار الجمال. ولغاية النهارده صراع معظم الرجالة في اختيارهم لله بيكون الجمال رقم 1، أو الجنس، أو العلاقات. طيب تدّينا خطوات كده نتعامل بيها مع الألم؟ هادّي خطوات اللي هو التعامل مع الجرح،
اهم، مش الألم حاجة إيجابية، لكن الجرح هو اللي أنا محتاج أتعامل معاه. اهم، عايز أرجع تاني لGood Will Hunting، العلاقة اللي كانت ما بين Goodwill وما بين روبن ويليامز في الفيلم. علاقة الصداقة اللي كنا بنتكلم عنها، رحلة الرجولة اللي بنتكلم عنها، هي دي الرحلة اللي كان روبن ويليامز كمعالج بيمشيها مع Good Will Hunting. اهم، فالولد أول ما اتعامل معاه فكّر إن هو إيه، يتريق عليه، فكّر إن هو يعني يقول له أنت مراتك بقى سابتك وخانتك وضحكت عليك، يعني حاول بالطرق القديمة بتاعته بذاته المزيفة وبذكائه الحاد إن هو يعمل إيه، يضحك على روبن ويليامز. روبن ويليامز كان راجل وكان مهتم بgood will hunting، لإنه في الآخر عرفنا إن هُم الاتنين كان عندهم نفس الجرح، اهم، هُم الاتنين كانوا بيتضربوا وهُم صغيرين، هُم الاتنين اتعرّضوا لنفس الإيذاء، هُم الاتنين اتعرّضوا لنفس الخبطات من إجوازات أمهم، فكأن المعالج أو كأن جو روبن ويليامز كان عارف مشكلة مين، الولد ده، اهم، وكان مهتم بيه. ففي الأول راح قال له: "أنت ما تعرفش حاجة عني." وقال له: "أنت ما ينفعش تماس بحياة أي حد من الناس، وقّفه عند حدُّه." لغاية لمّا مرّة مش عايز أحرق الفيلم للناس، العلاقة بينهم حصل بيها إيه، تمِّت فيها الأواصر. وجه في مرّة قال له: "كان بيضربك إزاي؟" قال له: "كان بيضربني بالحزام." قال له: "أنا بقى كان بيضربني بالسلسلة." فبدأوا يتشاركوا في اهم، شكل الألم وكأنهم هُم الاتنين مع بعض. كانوا بيعدّوا في نفس الحتّة، لغاية لمّا جه بقى الجرح المحسوب، راح قال له إيه: "بس أنت عارف إن ده مش غلطك؟" وحاصر صديقه اهم، goodwill، وبدأ يقول له: "بس ده يا حبيبي مش غلطتك، أنت ما لكش ذنب في اللي حصل، أنت ما لكش ذنب في اللي حصل." لغاية لمّا انهار الولد، لإنه كان أول مرّة يقرر إنه إيه، ما لوش ذنب. اهم، ودي الأزمة اللي بتحصل ما بيني وما بينك وما بين كل الناس، إن الرجالة مرات بتتعامل مع الألم بتاعها على 3 أنواع يا أمير قبل ما أقول الحل. في اهم، ناس بتنكر أصلًا إن في ألم، إن في جرح، اهم. يقول لك: "يا باشا جرح إيه، الكلام ده إحنا زي الفل إحنا زي وعايشين أهو. الفل ما فيش أي حاجة." إمم، في ناس تانية بتشوف الأفلام اللي هو إنك تاخد السهم وتكمّل تحارب، تاخد اللي مش عارف إيه وتكمّل تجري، فهو بيقول لك: كلنا بننزف بس كلنا ماشيين، لازم ناكل عيش. وده شكل محمود جدًا من المجتمع وبرافو عليك، بالضبط، يعني أنت تاخد الجرح كده وتنزف، بس أنت تكمّل لإن أنت إيه، أنت راجل. راجل ما ينفعش إمم، ما تكمّلش. وفي ناس تالتة بتقول لك إيه، أنا أستاهل الجرح، اهم، الجرح ده لإن أنا ما كنتش إيه، ما كنتش كويس، أنا ما كنتش باعمل اللي عليّا، أنا ما كنتش جدع، وده بيحُط على نَفْسه كل اللوم وكل الإلام. من كل واحدة من دول ذات مزيفة بتحصل بطريقة مختلفة نتيجة اهم، المواقف ونتيجة كل الأمور. في الفيلم اللي إحنا بنتكلم عنه ده بتاع good will، هو كان شايف إن هو مكمّل بالألم بالجرح بتاعه، وكان شايف إن هو يستاهل الجرح ده، لغاية لمّا الجرح غير الجرح المحسوب آسف بتاع روبن ويليامز قال له إيه: "بس ده ما كانش خطأك." وبدأ الولد يبكي، وبدأ يتواصل مع ذاته الحقيقية نتيجة صديقه المعالج اللي كان مهتم إن هو يمشي معاه السكة. بيعمل إيه؟ أول حاجة بنحتاج إن إحنا نخضع، اهم، ودي صعبة أوي برضه على الرجالة، إن أنا محتاج مرة تاني زي ما قُلت في الpodcasts اللي قبل كده، إن إحنا مخلوقين ولسنا خالقين. اهم. أنا ما أقدرش أنُط في خيالي، أنا محتاج أعرف إن أنا محدود، ومحتاج أقبل محدوديتي. محدوديتي. أنا مش هاقدر أحِل كل أزماتي، أنا محتاج أسلِّم للقوى الأعظم، محتاج أسلِّم لله، اهم، محتاج أسلِّم لشخص المسيح، إنه أنت هو وحدك اللي تستطيع أن تأتي لجرحي وتتعامل معاه. هذا الخضوع هو أول مفتاح إلى إن أنا أدرك إنه مش بإيدي إن أنا أساعد اهم. نفسي. الحتّة دي على فكرة هي دي اللي بتقول إنه لازم الغصن يثبت فين؟ في كارما. الكارما. فكأني مرّة تاني أنا محتاج أعرف إن الخبطة أو الجرح اللي حصل لي هو اللي فصلني عن الغِذا، عن عن الذات الحقيقية اللي بتأتي من الكارما. لازم أخضع مرّة تاني ولازم أقبل إن هذا الغصن يرجع تاني ويثبت فيه الكارما. اهم، الحاجة التانية، أنا محتاج أحزن، زي برضه سيمبا لمّا رجع وسكار قال له: "أنت اللي عملت إيه، أنت اللي قتلت قتلت أبوك." باباك. مع إنه كان بيضحك عليه، لكن لازم أحزن مرّة تاني، لازم
أرجع تاني ونوح على إنه ما كنتش أستاهل إن ده يحصل فيّا، ما كنتش أستاهل إن أنا أتقارن بأخويا كده، ما كنتش أستاهل إن أنا أتساب كده للوحدة ولليتم، ما كنتش يعني لازم أزعل ولازم إمم. أدّي لنفسي فرصة إن أنا أبكي وأحزن على اللي حصل لي، جون وكإني بأُقِر جون إلدريتش بإني فعلًا اتجرحت. قال جملة، يعني المعنى اللي أنت بتقوله ده بالضبط في كتاب رجولة قلب، كان بيقول إنه النوح هو بمثابة إعطاء شرعية، بالضبط، إذ يقول النوح إن الجرح مهم. بالضبط، يعني أنا لمّا هانوح، لمّا هازعل، لمّا هادّي لنفسي الفرصة دي، باقول إنه دي حاجة كانت تستاهل، مش هادفنها، مش أيوه. هاعدّيها مرور الكرام يعني. أشكرك، بالضبط يا أمير، إنه أنا لمّا باعيّط على الحاجة معناها إن أنا بأُقِر بوجودها، وبأُقِر إنها وجعاني ومأثّرة فيّا. الحاجة التالتة اللي صعب على ناس كتير أوي إن هم يعملوها، إنه مرّة تاني الصلاحية لم تُمدّد ليّا من أبويا أو اهم. من الشخص اللي كان لازم يديني هذه الشرعية، عشان كده بنسمح إن الله يحبنا. اهم. ودعوة حُب الله لينا بتأتي من شركة الرجال الآخرين. الكلام ده مش بيحصل في قعدة، لكن اهم. دي رحلة. عشان كده مهم أوي إنه ألاقي ناس أمشي معاهم السكة وأبقى على ذاتي الحقيقية، هابقى قلقان على فكرة إن هم يعني هيمشوا ويسيبوني أو مش هيهتموا بيّا يكونوا أو مصدر جرح هيقارنوني أو جديد. هيكونوا مصدر جرح جديد. اهم. لكن في دعوة الله إنه يأتي ليّا بحُب مرة تاني وتواصل مع ذاتي الداخلية الحقيقية، يأتي الله ويتكلم ليّا برسايل حب حقيقية، زي كده الحتّة اللي في أشعياء 61 اللي بتقول إن روح السيد الرب عليّ، اهم. لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. اهم. الآية دي بتقول على اهتمام الله بأنه يأتي بإطلاق للمأسورين، يأتي بحب، يأتي بذات حقيقية ويعطيها دين. الخطوة اللي بعد كده هي إن أنا محتاج أغفر بقى، محتاج أغفر لأبويا، محتاج أغفر لأمي، محتاج أغفر للمجتمع، محتاج أغفر للي أساءوا ليّا. ودي حتّة صعبة أوي، لإن مرات كتير أوي الغفران ما بنبقاش عارفين هو دي مشاعر هتروح والّا ده يعني هيحصل إزاي. لكن الحقيقة الغفران هو قرار، والغفران مراحل. يعني أنا إمم. بس مش عايز أخُش فيها عشان ما أطوّلش، لكن تأتي من أول إن أنا يعني أطلقك إلى إن أنا أتمنى لك الخير. بس طبعًا ما بين المرحلة دي للمرحلة دي يمكن 4 خطوات والّا حاجة. لكن إن أنا أقدر أغفر لك هي دي أساس إن أنا أسمح إن الروح الله يتكلم ليّا، وإن ذاتي الحقيقية تبدأ تاني تظهر. فلغاية دلوقتي 4 خطوات: الخضوع، النوح، و إن أنا بابتدي أندمج في الخضوع وسط والنوح، مجموعة. أسمح إن الله يحبّني، اهم. وآخر حاجة هي إن أنا أغفر، في انتظار إن الله يعطيني اسم، اهم. وهذا الاسم يكون منين؟ من مصدر قوتي اللي اتكسر برضه. اهم. فلو أنا كنت فنان الله يعطيني دعوة للفن، لو أنا كنت قائد الله يعطيني قيادة، لو أنا كنت مدرب الله يعطيني اهم. تدريب مرة تاني، زي ما موسى بالضبط كان عايز يخرج الشعب والله سمح له إن هو يخرج الشعب. اهم. فنقطة الضعف هي هتبقى نقطة القوة. متهيأ لي لغاية هنا الوجبة دسمة جدًا، فأنا هاسيب الحلقة دي تتسمع مرة و2 و3، أيوه. ولإنه اللي قُلناه مش روشتة، مش امشي على 1، 2، 3 لأ دي وأشوفك بعد رحلة طبعًا. أسبوعين استشارة، لكن هي هتبقى رحلة بالضبط. وفيها خطوات وعلامات بابقى عارف أنا دلوقتي في أنهي مرحلة. أنا بانوح لمجرد النوح كده في الهوا، والّا بانوح وأنا لسه متمم الخطوة الأولانية بتاعة الخضوع، فأنا بانوح وأنا في محضر الله، بانوح وأنا شايف نفسي بشكل مختلف، حتى لمّا بعد كده هابتدي أتأثّر في استقبالي لمحبة الله بكل خطوة بتأهِّل للي بعديها، لغاية لمّا أقدر أنطلق في رحلة الشفاء بتاعتي. أمين. شكرًا ليك يا ماجد على الحلقة دي، وباكرّر الطلب إنه الحلقة دي تتسمع مرّة و2 و3، ما تكمّلش باقي حلقات البودكاست غير لمّا تتأكد إنّك هضمت دي شوية. شكرًا ليك، شكرًا نتقابل الحلقة ليك. الجاية في بودكاست راجل لراجل.